أهلا بيكم في كرة من داخل الغرفة. معكم محمود وفيديو جديد. تحليل دور 8. دور 8 استثنائي، دور 8 غير عادي. في كثير من الناس فرحت، في كثير من الناس زعلت. دور 8 استثنائي في كأس عالم استثنائي. أولى أيام دور 8 جمعت بين أقوى المنتخبات: المنتخب الكرواتي ورقص السامبا الذي انتهى 4-2 بركلات ترجيح، وهولندا والأرجنتين الذي انتهى 3-4 بركلات الترجيح. ولو جينا نتكلم عن مباراة كرواتيا والبرازيل، أنا نقدر ألخص المباراة في كلمة: إنه منتخب كرواتيا يعرف يوصل البرازيل للحتة اللي هو عاوزها، اللي هي ضربة الجزاء، ونجح في إنه يصعد زي كل مرة في كأس العالم اللي فات ودور 16 اللي فات. هي دي طريقة كرواتيا، والمنتخب الكرواتي عارف يدرج منتخب البرازيل اللي هو عاوزه. طبعا أنا زعلان جدا لأن فقدت متعة في كأس العالم وهي البرازيل. زي ما اي حد حتى كنت بشجع البرازيل تسعى، لانه البرازيل دي لها متعة خاصة. ان كانت تلعب الارجنتين هيكون لها متعة خاصة. واما عن مباراة الارجنتين فانا بس هقول ميسي 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 ميسي. كل المنتخبات حضرت بهجوم جماعي الا الارجنتين حضر بميسي. ميسي عمل كل حاجة في المباراة. ميسي فاضل انه يقف جون ويقفل اللعبة. واقدر واعيد وازيد انه ميسي 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 ميسي. ميسي هو الاسطورة. ميسي يعني عمل كل حاجة في الماتش. ميسي عمل كل حاجة، طبعا بتبديل سحري من هولندا يوديهم للتعادل ويروح ضربات جزاء، وبرضه الأرجنتين تصعد، لأنه ميسي يستحق إنه يأخذ كأس العالم ويصبح أفضل لاعب في التاريخ. وأما اليوم الثاني من دور 8 كانت بين الأسود الأطلس فخر العرب في كأس العالم أمام البرتغال أمام الدون، والمرة الأخرى كانت في إنجلترا وفرنسا، انتهت 2-1 لصالح إنجلترا. وأما عن مباراة المغرب والبرتغال، ديما مغرب جابوها الأولاد، وسود الأطلس فعلوها. المستحيل ليس مغربيا. اليوم المغرب يعطي درس للعالم كله إن العرب يستطيعوا أن يأخذوا كأس العالم، مش أنه يكون لهم تمثيل مشرف. نعم، المغرب هي أفضل ممثل عربي وأفريقي في كأس العالم. ولو سيبنا مباراة المغرب والبرتغال نروح لمباراة من أجمل المباريات في كأس العالم. مباراة هدف هنا 2-1، ولكن هاري كين يضيع ضربة جزاء ويحطم كل أحلام المنتخب الإنجليزي وأيضا المنتخب الفرنسي من المنتخبات المرشحة بالفوز بكأس العالم، من لديهم مواهب مثل مبابي، غريزمان، جيرو، عثمان ديمبلي. لديهم سكواد نار. وبس كده، معكم محمد، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. عفوا، هقول لكم سلام.